السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالفرق بين الشيخ فركوس وبين خصومه. عندما ترى ردود الشيخ فركوس على خصومه ترى مقالات بالغة الأدب والعلم، مقالات نخبوية إن دلت فإنما تدل على علم صاحبها. ترى فيها أولا الأسلوب والنسق الذي كتب به المقال، تحس أنك تقرأ لعالم من علماء الزمان الأول، وترى مقالا مختصرا مقتضبا فيه الحكم، فيه الأحاديث. المقال الواحد تتعلم منه الدين واللغة والحديث والسنة والأحكام الفقهية والعقيدة والأشعار والحكم في مقال واحد. وإن دل هذا فإنما يدل على تعمق الشيخ فركوس في العلوم الشرعية وحتى بقية العلوم. فللشيخ أسلوب لغوي رائع وبديع، قل وأن تجد مثيله في زماننا. أسلوب مفعم باللغة السوية، اللغة البديعة، اللغة القوية، إضافة إلى تأدب الشيخ بآداب العلماء. لا تجد في مقالاته سبا ولا شتما ولا تجريحا ولا يسمي الأسماء ويفضح، لا، بل مجرد توصيفات يضعها في محلها. فشيخ مثل هذا وعالم مثل هذا وشخص مثل هذا يرزقك الله به في بلادك، ويكون منك من بلادك، تتشرف بأنك تنتسب أنت وهو إلى وطن واحد وإلى جنسية واحدة، الجنسية الجزائرية. تترك كل هذا الفضل وتذهب لتسب وتشتم وتأتي بكلام من الشرق والغرب من أناس ربما غلطوهم وربما لا يعرفون الوضع، ربما. وما نراه في الساحة أن الحقد والحسد والتعالم بلغ مداه، لدرجة أن خصوم الشيخ خاصة من عامة الطلبة الذين يضعون أنفسهم في مواضع ليس مكانهم. إن تكلم شيخ عرف أنه شيخ ومرجع وكانت الناس تتعلم عنده، هذا لا نحن نقف تحته، نحن لا نتكلم، يرد عليه من هو مثله. ولكن أن تجد شخص عادي عامي تعلم أشياء في العقيدة وتعلم أشياء في الدين، البدعة والسنة، وتعلم كلمات، تعلم أصول، في عوض أن يحمد الله عز وجل ويشكره أن هداه لمنهج السنة الذي عز في زماننا، وأن يوقر العلماء وأن يبتعد عن مواقع الفتن، تجده يحشر أنفه في ما ليس له وفي ميدان ليس ميدانه، كالذي يدخل إلى المعركة وهي حامية الوطيس، ويدخل هو على حمار حاملا سيفا خشبي بين فرسان يركبون على أفضل الجياد ويحملون أفضل
السيوف والأسلحة. هكذا هو حال السعفوق عندما يدخل نفسه في صراع العلماء والشيوخ ويبدأ يتكلم وكأن له وزنا كبيرا ومحلا من الإعرام. فالنخب في العالم كله، كل العالم حتى عند بني صهيون، العالم كله يقدر النخب كله، السود في إفريقيا، اليابانيين، العرب، كل العالم، إلا في الجزائر. الجزائر تجدهم يهينون النخب ويترفعون على النخب ويضعون مكانهم مكان النخب. وأنا أتكلم عن النخب في كل المجالات، خاصة النخبة في المجال الديني، مجال الشرع، وهو أشرف مجال. فالجزائر مقبرة العلماء، الجزائر ظالمة العلماء. هذا عهد العلماء في الجزائر من العهد الأول إلى يومنا هذا. هذه مجرد فضفضة، فنحن لسنا من أهل العلم، نحن مجرد عامة سخفاء، يعني نعترف أننا ليس لدينا أي وزن، أي مكانة، لا في الدين ولا في الدنيا، وهذا الواقع. ولكن يعني يبقى ديننا ومنهج السنة عزيز علينا والعلماء، ونحن نتقرب إلى الله بحب العلماء لأنهم ورثة الأنبياء في زمن عز فيه وندر فيه أن تجد الإمام الصابر المحتسب المجاهد الذي يطبق السنة ويصبر على تطبيقها دون الخوض في الفتن.